كنت باكره المذاكرة جدًا، يعني وأنا صغيرة ما كنتش باحبها وما باحبش أذاكر وكنت باجيب درجات وحشة أوي بصراحة، بس في تانية وتالتة ثانوي فعلًا فكري اتغيّر تمامًا، لدرجة إن أنا باروّح البيت معايا تكريمات وشهادات وباقفّل كمان الامتحانات مع المدرسين، جِبت مجموع كويس وكمان دخلت الكلية اللي أنا عايزاها. هاي سوليوز ويلكم باك ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ثانويه عامه بكل تفصيله انتوا محتاجينها لو انتوا داخلينها جديد. هقول لكم ازاي نبداها صح، ايه الاخطاء اللي ما ينفعش نعملها، ايه الحاجات اللي ساعدتني كويس جدا جدا في ثانويه عامه، وكمان كنت بذاكر ازاي تخلي المعلومه فعلا تثبت معايا طول السنه. فانا مش هطول عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. أول حاجة حماس البدايات اللي في الأول ده، هتفضلوا بقى تقولوا أنا هاشمّر بقى وهادخل وهاقطّع الكُتب وهاجيب الدرجة النهائية ومش هاسيب الكتاب. الحماس ده كلنا مرّينا بيه، بس فعلًا ما تدخلش بالحماس ده، هتيجي في نُص الطريق وتعطل وتحس إن أنت مش قادر تكمّل أصلًا. فإحنا هندخل بالعقل أكنها سَنة زي أي سَنة، وتكون حاطط في دماغك طول السَنة إن ربنا كاتب لك كل الخير، وأنت بس محتاج إن أنت تتوكّل على ربنا وتسعى وبس. فأول حاجة هنبدأ بيها وهي حاجات ما تعملهاش في ثانوية عامة. أول حاجة معانا ما تخلّيش يكون في فواصل ما بين الدروس، في ناس كتيرة أوي بتحب ما بين درس ودرس يكون مثلًا في break ساعة، ساعتين، ودي أسوأ حاجة ممكن تعملوها. أقل حاجة خلّوا الفواصل بين الدروس 10 أو ربع ساعة أقل حاجة. فعلًا الوقت ده أنت هتحتاجه جدًا، جدًا، وفي الآخر فعلًا هتندم على الوقت اللي عدّى ده كلّه. فأنت حاول على الأقل تحط ما بين درس ودرس 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير أوي إن أنت تفصل، وفي نفس الوقت ما يكونش وقت كتير. تاني حاجة ما تغيّرش مدرسينك كتير، يعني أنا شُفت ناس بجد طول السنة عمّالة تجرّب في مدرسين ودي أسوأ حاجة ممكن تعملوها. فإحنا نعمل إيه، لو أنت مرتاح مع مدرسين في تانية ثانوي كنت بتحل معاهم كويس ودرجاتك كويسة وكمان بتفهم منهم، خُد معاهم في تالتة ثانوي ما فيش أي مشكلة. يعني أنا عن نفسي عملت كده مع مدرس الجغرافيا والتاريخ، أنا بجد باحبهم جدًا، وفي تانية ثانوي أصلًا تقريبًا كنت باقفّل معاهم، فقُلت خلاص دول أنا هاخد معاهم في تالتة ثانوي، وفعلًا هم أعلى درجتين أنا جِبتهم، لإني كنت مريّحة دماغي في فكرة التغيير المدرسين، وفضلت معاهم طول السنة فاهمة منهم وباعرف أحل، وفعلًا باجيب درجات كويسة معاهم. بس في مادة زي مادة العربي فضلت كتير أوي باغيّر مدرسين، في آخر السنة كنت محتاجة وقت مضاعف عشان أذاكر مادة العربي دي، بسبب إن أنا فضلت أغيّر مدرسين. فأنتم لو هتغيّروا مدرسين أو حتى حابين إن أنتم تجرّبوا، خلّوها في أول شهر بس في ثانوية عامة، اللي هو بيكون شهر 8 أعتقد. فخلّوا مثلًا شهر 8 ده للتجربة وبس، أنتم بس تجرّبوا في الشهر ده بس، علشان لو طوّلتوا بجد هتتزنقوا جدًا في المذاكرة وهتراكموا حاجات كتيرة جدًا، غير أصلًا المدرسين شرحهم مختلف عن بعض. تالت حاجة هنتكلم فيها وهي الصحاب، بجد الصاحب ساحب. أنت لو مثلًا مع دايرة من الناس اللي مش بتحب المذاكرة، على طول بيلعبوا وعايزين يخرجوا ومش بيذاكروا أساسًا، فبجد هيسحبوك كده، هتلاقي نفسك ولا عايز تذاكر ولا عايز تنجح ولا أي حاجة. غير إن أنت تكون مع ناس فعلًا بتحب المذاكرة، عارفة هي عايزة إيه وليها هدف معين، هتلاقي نفسك direct عايز تبقى زيهم ويشجعوك على المذاكرة ويحببوك ليها أكتر. يعني ممكن يكونوا مثلًا معاكم ناس مش بتذاكر وبتفضل تقول لك تعالَ نخرج، تعالَ نروح، تعالَ نعمل، وأصلًا ممكن يكونوا بيذاكروا من وراك كل ده وأنت في الآخر مش حاسس. بعد كده هنتكلم عن الغش. في ناس قبل ما تبدأ السنة خلاص هي حطت في دماغها أنا هاغش، أنا خلاص هاجيب الدرجة النهائية وهاغش. يعني إزاي بجد بتحطوا في دماغكم حاجة زي كده؟ لو عملتوا كده بجد يا جماعة عمركم ما هتلاقوا توفيق من عند ربنا، وهتلاقوا الدنيا عندكم بايظة، بجد مش هينفع خالص. فحطوا في دماغكم أنا مش هاغش، أنا هاحل كله بمجهودي، يعني حتى لو أخدتوا حاجة ممكن تاخدوها غلط وحرام أصلًا. لازم الفكر بتاعي طول السنة أنا مش هاغش وهاحل بمجهودي. الحل بالمجهود ده بجد أحسن حاجة، لدرجة إن أنتم في آخر السنة هتفرحوا جدًا، جدًا، وهتعرفوا إن الناس اللي معاكم في اللجنة اللي كنتوا هتغشوا منهم جايبين أقل منكم في الآخر. فأنتم حلوا بمجهودكم، بتعب السنة كلها، بالمواصلات، بالدروس، بالتعب، بساعات المذاكرة. فخلّي الموضوع ثابت، ما فيش غِش تمامًا وأنا هاحل بس بمجهودي. بعد كده التليفون، التليفون بجد من الحاجات اللي بتعطّل جامد أوي في ثانوية عامة. هتقعدوا تتفرّجوا على فيديوهات كتيرة على مدار السنة، بس في آخر السنة أنتم هتنسوا الفيديوهات دي ومش هتنسوا النتيجة. فبجد يا جماعة شيلوا التليفون خالص، وبالذات لمّا تيجوا تذاكروا، بجد هيشتتكم وهتحسوا بفقدان شغف مش طبيعي. فبجد بلاش تليفون، حاولوا تبعدوه عنكم على قد ما تقدروا، لإنه ما لوش أي 30 لازمة في ثانوية عامة. ندخل بقى على الحاجات اللي ساعدتني جدًا، جدًا في ثانوية عامة. أول حاجة معانا وهي إن إحنا نصحى الفجر، من أحلى الحاجات اللي هتعملوها.
مش قادرة أقول لكم كمية البركة اللي هتبقى في يومكم، عندكم وقت كبير جدًا، جدًا إنكم تذاكروا، أول حاجة طبعًا تصلّوا الفجر، وبعد كده تدخلوا كده تسمّوا وتدخلوا تذاكروا. في وقت كبير جدًا هتذاكروا فيه، تناموا وتنزلوا دروسكم عادي خالص، بجد هتحبوا المذاكرة أوي ساعتها. تاني حاجة معانا وإن إحنا نسأل المستر بتاعنا لو في حاجة إحنا مش فاهمينها أو في سؤال واقف معانا. يعني أنا كنت باتكسف جدًا وما ينفعش بجد السنة دي إن أنتم تتكسفوا، هو ليه طريقة معينة في الشرح فهيبدأ إن هو يشرحها لكم مثلًا إن هو يرسمها لكم مثلًا أو يشرحها لكم بطريقته، يكتبها لكم أي حاجة، بس المهم إن المعلومة لازم تثبت كلها في دماغكم، فما تتكسفوش ولازم تسألوا المستر لو في أي حاجة حتى لو صغيرة. بعد كده إنكم تخصصوا كشكول صغير للملاحظات، ده من أحسن الحاجات اللي ممكن تعملوها وفي آخر السنة ده كنز، بجد كنز. يعني مثلًا لو في معلومة كانت صعبة تكتبوها، في سؤال مثلًا كان واقف قدامكم فتكتبوه، بجد الكشكول ده بعد ما تخلصوا أو في آخر السنة تيجوا تبصوا عليه كده وتقروه هتلاقوا بجد كمية حاجات كانت واقفة قدامكم بس بجد هتنفعكم جدًا في الامتحانات. رابع حاجة معانا وهي النوم، النوم ده من أهم الحاجات في ثانوية عامة، أقل حاجة تناموا من 7 ل8 ساعات، وما تفضلوش تقولوا لنفسكم أنا مش هانام كتير عشان أحس إن أنا عندي وقت كتير إن أنا أذاكر فيه، فمش هانام كويس، ده أسوأ تفكير، يعني هو أسوأ تفكير ممكن تعملوه أساسًا، لإن أصلًا دماغكم لو هي تعبانة أو أنتم أصلًا مش مركزين هي إيه الفايدة، فاهمين؟ بس لو نمتوا عدد ساعات كويس هتلاقوا بجد إن كل المعلومات بتدخل دماغكم، بتعرفوا تحلوا وبتعرفوا كمان تذاكروا. فأهم حاجة إنكم تناموا كويس جدًا، جدًا. خامس حاجة وإن أنتم تحلوا كتير جدًا، بجد الحل أهم من القراية والمذاكرة، بجد هو الحاجة الوحيدة اللي بتثبِّت المعلومة. فطبعًا أنتم مع المستر بتحلوا الواجب، بتحلوا أسئلة، فحاولوا على قد ما تقدروا تحلوا أسئلة كتير. ندخل بقى على أهم حاجة في كل ده، نذاكر إزاي في ثانوية عامة، ودي من الحاجات اللي ساعدتني جدًا، جدًا في السنة، خلِّت بجد السنة خفيفة أوي، أوي بالنسبة لي. أول حاجة لمّا أقعد على المكتب كده وداخلة خلاص هاذاكر، أحُط المادة اللي أنا هاذاكرها بس، ما تحطّوش أي حاجة جنبها. يعني مثلًا أنا داخلة أذاكر English هاحُط كتاب الEnglish قدّامي وأشيل كل حاجة، ليه؟ لإن مثلًا أنا حاطة كتاب الEnglish قدّامي أهو، قدّامي جغرافيا وعربي وأسئلة ومش عارفة إيه وإيه وإيه، ورق، 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 أنا اتشتِّت، أنا مراكمة، أنا حاسة إن أنا ورايا حاجات كتيرة أوي، طَب مش هاذاكر English، فهتلاقوا نَفْسكم فقدتوا الشغف خالص ومش هتذاكروا أصلًا. فتحطوا المادة اللي أنتم هتذاكروها دلوقتي بس، فالمكتب يبقى فاضي كده براحة أكتر وما فيش أي تشتُّت في الموضوع. تاني حاجة بقى ومن الحاجات اللي أنا باعملها أصلًا من تانية ثانوي والحمد لله فعلًا ساعدتني جدًا لدرجة إن صحابي بدأوا يعملوا زيي وفعلًا ساعدتهم هم كمان، إن أنا كنت باسجّل الحصة بتاعة المستر. يعني مثلًا أنا رُحت الحصة مثلًا بتاعة الEnglish، شغّلت التليفون وحطيته كده على الديسك قدّامي وبدأت إن أنا أسمع المستر كويس جدًا، جدًا. لو في حاجة في الشرح أنا مش فاهماها بابدأ إن أنا أرفع إيدي وأسأله، مش باتكسف خالص لإن السنة ما فيهاش كسوف، عادي خالص اسألوا أي حاجة أنتم مش فاهمينها. المهم المعلومات كلّها دخلت دماغي، فاهماها كلّها، باروّح البيت بارتاح مثلًا 10 ربع ساعة، تِلت ساعة، وبابدأ إن أنا أدخل أذاكر. أجيب بقى التسجيل اللي أنا كنت مسجلاه ده، طبعًا باكون كاتبة اسم الحصة في التسجيل، يعني مثلًا English الدرس الكذا، تمام؟ باحط بقى التليفون قدّامي وبابدأ إن أنا أسمع التسجيل من أول وجديد بس باسرّعه حبّة صغيّرين. طبعًا بيكون في حاجات أنا ما سمعتهاش، فبابدأ إن أنا أكتب notes كده على الكتاب بتاعي، ولو في أسئلة برضه المستر كتبها بابدأ إن أنا أكتبها، فأنا كل المعلومات كده بقت معايا 100%. بجد من أحسن الحاجات اللي أنتم ممكن تعملوها بتثبِّت المعلومة كويس جدًا، جدًا، وللمدى البعيد المعلومة بتفضل معايا لآخر السنة، والاستفادة الأكتر لمّا أذاكر أول بأول طبعًا. بعد كده ومن أحسن الطرق اللي كنت باذاكر بيها هي الPomodoro. الPomodoro دي عبارة عن مثلًا إن أنا باذاكر 25 دقيقة و5 دقايق break، 25 دقيقة و5 دقايق break. بجد ال25 دقيقة دي أنا باحطها كده قدّامي أكنها آخر 25 دقيقة هاذاكر فيها، فبابدأ إن أنا أذاكر فيها كويس جدًا، جدًا، وفعلًا باجمّع في ال25 دقيقة دي كمية معلومات مش طبيعية. فدي من الطرق اللي أنا بجد باحبها أوي، أوي، هي وفيديوهات الstudy with me كنت برضه بافتحها على اليوتيوب وباحطها قدّامي، وأنا برضه عملت لكم channel جديدة اسمها study with Soli نزلت فيها فيديو واحد وأنا باذاكر، فقُلت برضه إن إحنا نشجّع بعض عن المذاكرة، وإن شاء الله برضه أول ما الجامعة بتاعتي تبدأ هابدأ إن أنا أنزّل لكم فيديوهات فيها أكتر. بعد كده من طرق المذاكرة اللي باحبها جدًا بعيدًا عن الورقة والقلم والحفظ، إن أنا كنت باشرح لأي حد أو باشرح لنفسي. يعني أنا كان عندي دبدوب اسمه توتي، كنت باحطه كده قدّامي في ثانوية عامة، وأبدأ إن أنا خلاص أنا سمعت المستر كويس في الحصة، وسمعت التسجيل بتاعه، فاهمة كل حاجة 100%، لازم قبل ما تشرحوا له تكونوا فاهمين كل حاجة.
أبدأ إن أنا أحُطّه قدّامي أكنّه طفل صغير عايز المعلومة توصل له كويس جدًا، جدًا، فبابدأ إن أنا أشرحها له وإزاي حصل كده وإزاي عمل كده، فخلاص هو فِهِم وأنا فهمت، فبجد هتستفادوا جدًا، جدًا، ومن الحاجات فعلًا اللي بتثبِّت معايا المعلومة لآخر السَنة. بعد كده ما نراكمش في السَنة نهائي، كده باقول لكم لازم تذاكروا أول بأول. طَب لو مثلًا حصل أي حاجة وغصبٍ عني أنا راكمت، هاعمل إيه؟ هابدأ إن أنا أجيب notebook صغيرة واكتب كل حاجة أنا مراكماها، كل حاجة حرفيًا، بالتفاصيل، بالأسئلة، بكل حاجة، تمام؟ بعد كده هابدأ إن أنا أرتّب أموري كده وأشوف أنا مثلًا يوم الجمعة عندي مراجعة من 13:00 ل16:00 يبقى أنا من 17:00 ل19:00 ما عنديش حاجة، ومن 19:00 ل20:00 مثلًا ما عنديش حاجة، هاذاكر الدرس الفلاني من الجغرافيا مثلًا والدرس الفلاني من الEnglish. طيب أنا يوم السبت عندي درس من 07:00 ل08:00 طب أنا من 05:00 ل06:00 ما عنديش حاجة، طب هاذاكر درس العربي ده. فعلى مدار الأيام هابدأ إن أنا آخد حتّة، حتّة، وفي نفس الوقت أوازن ما بين القديم والجديد، هتلاقوا نفسكم خلّصتوا كل الحاجات اللي أنتم مراكمينها، وفي نفس الوقت الجديد بتذاكروه أول بأول. بعد كده لمّا آجي أذاكر كل حاجة تكون موجودة معايا، يعني مثلًا لو أنتم بتاكلوا حاجة وأنتم بتذاكروا، إزازة المَيّة، الكتب بتاعتي، القلمة، كل حاجة لازم تكون قدّامكم عشان مش في نُص المذاكرة تقولوا لأ أنا بس هاقوم علشان الإزازة بتاعة المَيّة في التلاجة، فأنا هاقوم عشان أجيبها. وبعد كده تقوموا ما ترجعوش تذاكروا تاني، من أسوأ الحاجات اللي ممكن تعملوها. فإحنا نبدأ المذاكرة وإحنا حاطين كل حاجة قدّامنا عشان ما نتشتتش ونفضل مكمّلين لحد الآخر. آخر وأهم حاجة طبعًا إنكم تفضلوا مقرّبين من ربنا في السنة دي، لإن هو الوحيد اللي هيكون معاكم في السنة. أنا عارفة السنة صعبة وبتكون ضغط، بس فعلًا لازم تكونوا مقرّبين من ربنا كويس جدًا، جدًا. صلواتكم في ميعادها، تصلّوا الفجر زي ما أنا قُلت لكم عشان تصحوا تذاكروا، قيام الليل، الدعاء ثم الدعاء، من أهم الحاجات بجد. لإن هو فعلًا الوحيد اللي هيكون معاكم في السنة. يعني أنا بجد والله كل ما أفتكر ثانوية عامة دي، أنا في الآخر خلاص قُلت أنا مش هاجيب مجموع كويس، وكنت حاطة كده المجموع وِحِش جدًا في دماغي، قُلت أنا خلاص هاجيبه، من درجة إن أنا خلاص أنا مش قادرة. الحمد لله هي عدِّت ودخلت كلية كويسة وكمان جِبت مجموع كويس، فأنا لازم بجد إنكم تفضلوا قريبين من ربنا طول السنة. من الحاجات اللذيذة برضه اللي كنت باعملها إن أنا كنت باحط المجموع اللي أنا عايزاه على المكتب بتاعي، كنت بالزقه كده علشان كل ما أذاكر أشوفه والشغف يرجع لي تاني وأبدأ إن أنا أذاكر، لإن أكيد أوقات في السنة باكون فاقدة الشغف شوية وارجع تاني وانزل تاني واطلع تاني، فأنا باحطه قدّامي كده إن هو يرجّع لي الشغف تاني. ونفس الكلام برضه كنت باحط أدعية قدّامي وكده، وبجد ساعدتني جدًا في السنة. وبس كده ده هيكون الفيديو بتاع النهارده. حاولت على قد ما أقدر إن أنا أجمّع لكم كل الحاجات اللي فادتني في ثانوية عامة، من الأخطاء اللي عملتها لحد إزاي نذاكر، إن شاء الله تجيبوا كل المجاميع اللي أنتم عايزينها. هاشوفكم بقى في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.